فاهم غلط. انت فاهم غلط كلمه سياحيه. مصر دوله سياحيه، تونس دوله سياحيه، المغرب دوله سياحيه. انا جاي نحكي نقاط ونروح وانت يكمل. لحظه يا اخي، ما ادري انت كيف تفهم دوله سياحيه؟ ما معنى دوله سياحيه في مخك انت؟ دوله سياحيه خلاص السائح يدخل يفعل ما يشاء. نعم لا يا اخي، انت فين عايش انت؟ انت معنا في باريس. في باريس، عايش في باريس. واغلبيه الدول اللي زرتها في حياتي هي كلها سياحيه. السائح الذي ياتي الى اي دوله هو ينضبط بقوانين تلك الدوله. السائح لا هو ينضبط بقوانين السياحه، بقوانين السياحه. لا بقوانين بقوانين السياحه مش بقوانين البلاد. لا المواطن هو اللي يحكم قوانين البلاد. يا اخي اسمع، وبعدين من قال لك ان الجزائر ليست سياحيه؟ ولماذا تتغنون؟ ليست سياحيه الجزائر. لا تفتح جني يا ابو حسن قر. انا بنتكلم يا اخي، لما تكلم من قال لك ان الجزائر ليست دوله سياحيه؟ ولماذا عندكم وزاره السياحه؟ ولماذا انتم تتباهون ان عدد السياح بالعام؟ لماذا تتباهون؟ انت دوله سياحيه من حيث السياحه. فينا والدك لا تتصل، الذي بيتصل لا تتصل يا اخي. يا حول ولا قوه الا بالله. يعني انتم عارفين اننا في البث وتتصلوا عمدا، وانتم عارفين انه بيقطع البث. يرحم ابوكم. انت دوله سياحيه، انا ممكن بكره اقدم فيزا سياحيه واحجز فندق وعندكم سواح زايرين، انتم تقولون بلادكم جميله وليست اقل من المغرب وعندكم مناظر خلابه وعندكم تاريخ، ما عندكم في سياحه. اقول لك نحن لسنا دوله سياحيه. هل السائح الذي ياتي الى الجزائر يفعل ما يشاء؟ يروح ياخذ الجزائريه ويوديها الفندق، يروح ياخذ صاحبتها الجزائريه ويوديها الفندق. عندكم سياحه مثل ما عند المغرب. اللهم عند المغرب بلد اجمل منكم، لذلك السياحه اكثر منكم. الان انت دوله سياحيه وينطبق عليك ما تقوله انت الان في المغرب ينطبق عليك في الجزائر. اذا انت تفكر ان السائح في المغرب يفعل ما يشاء وياخذ البنت ويوديها الفندق، نفس الشيء يحصل عندك في الجزائر. المهم نقطة لازم تعرفها. فهمت موضوع السياحة ولا ما فهمت؟ اصبر. المهم نقطة لازم تعرفها. فهمت موضوع السياحة ولا ما فهمتك. المهم لازم أعطيت أسئلة نجاوبك وكما جاوبتني أنت أنا نجاوبك. المهم السائح يسير تحت طائلة القانون السياحة، والمواطن هو اصبر نكمل لك. لحظة اصبر انت. علاش كي تلقى واحد يعرف يتكلم تقمع؟ لا ما اقمعك. من انت علشان اقمعك؟ اقمع من؟ اقمع ايش؟ اقمع فيك؟ اقمع فيك ايش؟ اقمع فيك؟ اقمعك قر. يعني السائح عندكم تحت طائلة القانون والضبط والربط. لا مش القانون. لا مش القانون، تحت قانون السياحة. تحت قانون السياحة. والمواطن تحت قانون الدولة. المهم ما عندهم قوانين سياحة. لا مش نهضر لك على المغرب، انا نهضر لك على العالم. اصبر انت راك متحمس. بشويه ما تتحمس. اشرب كاس ماء. لا اي مواطن صح بشويه اصبر نكمل لك. انت لي لحظه. انا هدأت واريد ان اوصل لك فكره. لا يعني احنا قلنا اي دوله ما نهضرش على المغرب، ما راح نهضر لك على اسبانيا دوله سياحيه مش على المغرب. انا كسائح كي ندخل لاسبانيا راني مانيش تحت قانون اسبانيا، انا راني تحت قانون السياحه في اسبانيا. هذه واحده. ثانيا انت رجعت للتاريخ الجزائري والمغربي والدوله الاجمل وما الاجمل. انا مانيش بنت مانيش امراه نبدا نتكلم معاك نقول لك راجلي خير وانت تقول لي راجلي خير وانت تقول لي راجلي بنى لي وانا نقول لك راجلي دار لي. مانيش امراه. هذه ما ندخلش فيها. المهم العرب في المغرب العربي هما تاريخ واحد وامه واحده. انا ما ندخلش نقول لهم قفطان تاعنا وما يقولوا لي كسكس تاعنا، نقول لهم لا الكسكس جزائري، لا المناظر الجزائريه خير من المغرب. هذه ماهوش لعبي، انا ما نلعبش هذه اللعبه. مانيش دراري ومانيش امراه نتكانف مع امراه واحده اخرى. العرب في المغرب العربي هم امه واحده وتاريخ واحد، والجزائر والمغرب وتونس وليبيا هما أمة واحدة وتاريخ واحد. والعرب فتحوا كل المغرب الكبير واستوطنوا في المغرب الكبير، وهما اللي فتحوا الأندلس ورجعوا من الأندلس وانتشروا في الجزائر وفي المغرب وفي موريتانيا وكلها. أنا ما ندخلش في هذا اللعب. وأنا إذا دافعت على النظام الجزائري راني ندافع على أخطاء النظام الجزائري حتى يكون مخطئ، ولكن لا أغضب الله بدفاعي على النظام الجزائري. أما اللي يدافع على النظام المغربي فهو يغضب الله لأنه يدافع على نظام متخاوي مع الصهاينة اللي اليوم يقتلوا في خاوتي الفلسطينيين. لازم تفتحوا راسكم. واغلب المغاربه اللي راهم هنا يدافعوا على الصهاينه هم صهاينه، لانك والله لا تجد مسلم يدافع على التطبيع. والله لا تجد مسلم يدافع على التطبيع. الفرق بين الجزائريين اللي في التيك توك والمغاربه اللي في التيك توك احنا مسلمين، والمغاربه اللي راهم يدافعوا عن النظام المغربي هم صهيونيين. لا صهيوني. كل من يدافع على الصهاينه ربي سبحانه غاضب عليهم، وربي سبحانه قال بعضهم اولياء بعض. ربي قال انت تؤمن بربي. اسعد انا اسالك انت مسلمه؟ يمكن بوذي ربي سبحانه قال بعضهم اولياء بعض. اذا كي تواليهم لو سمحت راكم تدافع عليهم. انت ماسك الخط الطويل ما تعرف تاخذ نفس. عاد بيقول لي اشرب ماء. شرب لك الحبوب. انت شربت الدواء الصبح، يعني شربت دواءك الصباح. الحمد لله مارس الرياضه انا يا 2 متر و100 كيلو. الحمد لله صحه 100%. طيب حلو، الله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله. يعني موضوع انا ما تكلمت على البوصبير الجزائري، ولا تكلمت على ام حسن الجزائريه،
ولكن تم تأسيس بوسبير الذي نحن فيه الآن، والذي أنتم تعيرون الجزائر أو المغرب بهذا الموضوع، وطلع جزائري بحت. التطبيع قد قلنا لكم رأينا فيه معروف، ونظامكم أكبر مصدر للصادرات للكيان الصهيوني، وتبون يعترف بحل الدولة، يعني يعترف بإسرائيل. قر يا أخي، قر يا أخي، الله يرحم والديك. يعني إذا كانت المغاربة مطبعون، أنا أقول لك بين الكيان الجزائري والكيان الصهيوني صلة رحم. ذلك أسسته بريطانيا وذاك أسس فرنسا. النظام العسكري هذا يا أخي النظام الجزائري ما أسستوش فرنسا. يا أخي لا تقاطع، أنت بني آدم تفهم ولا ما تفهم؟ يعني لما أقول لك قفل الميكروفون لا تفتح لما نعطيك. شوف المغاربة اللي فوق كيف ساكتين، شوف الرأي وشوف كيف أسماء منضبطين، وأنا متأكد إنك دحين بتستفزهم بكلام، لكن شوف كيف منضبطين بالميكروفون ولا واحد فتح. مسألة هذا المحاضرات وأنتم يهود واللي يأيد التطبيع ولا، يا أخي أقسم لك بالله أحيانا وأنا من معارضي التطبيع، لكن والله العظيم من وساختكم أنتم كجزائريين في حق المغاربة إن الواحد يقول يا أخي أنت تسمع الجزائريين، أنت تقول وساخة الجزائريين. لحظة خليني أنزلك تحت، خليك تحت أنت تستمع وأنت ساكت عشان ما تطلعش. أوسخ جيران في الكون، يعني والله العظيم إلى من ناحية أخلاقية، بعيدا عن الدين وأن ذلك يهودي وأن أنتم مسلمين، من ناحية أخلاقية أقسم بالله أنكم أوسخ من الصهاينة 1000 مرة قسما. وهذا الكلام يا مغاربة لا تأخذوه أنتم على أنه تبرير للتطبيع، لأنه من وساخة جارتكم بعضكم قد من كثر ما قد طافش من المرارة والقهر الذي يأتي من هذه جارة السوء يبدأ يلمع إسرائيل. أنا ضد تلميع إسرائيل نكاية في الجزائر، لكن أرد على هؤلاء يا أخي أنت أوسخ من اليهودي، والله العظيم أنت أوسخ من اليهودي إذا قارناك بمنطق الأخلاق. يا أخي المغرب هذه حشرت معاكم في منطقة، يا أخي أعوذ بالله، العالم كله في كأس العالم رآكم، العالم كله اليوم يراكم، العالم يرى بشاعة الحقد والغل والكراهية التي في قلوبكم أنتم، وتجيلي تطبل لي على اليهود والإسلام يا مسلمين. والله أنكم أكبر مجرمين يا من تؤيدون تبون. أقسم بالله لا يقل تأييد التطبيع في المغرب خطورة ونذالة وحقارة ممن يؤيدون تبون وهو يقطع الأرحام ويقطع ويقذف النظام تبون، يقذف الأعراض والمحارم في المغرب. استحقوا شوية. أنا يمني ممكن أعترض على التطبيع وأحط عيني في عين المغربي، ما عندي مشكلة، لكن أنت جزائري انطم وسكوت يا أخي. أنت أوسخ من اليهود 1000 مرة، أنت أوسخ منهم والله. اليهودي العربي والصهاينة العرب أوسخ من صهاينة إسرائيل. بكرة منك يا أخي. الرأي المغربي تفضل، ثم أسماء. السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله مساك الأخ سعد وجميع الإخوة المتابعين. تحية طيبة لكم من الصحراء الغربية المغربية. أتمنى الأخ سعد أن تمنحني وقتي الكافي لأني انضبطت حتى لا يقاطعني، وأنت يعني انتبهت جيدا إلى حجب الاستفزاز المتواصل، وأتمنى يعني أن لا يقاطعني أحد في إطار الرد. ودائما الإخوة الكرام ومن خلال جميع اللايفات التي سجلها الأخ سعد وموجودة على شبكات التواصل الاجتماعي في قنواته، ستجدون أن المغاربة دائما ما يكونون في حق الرد ولا يكونوا سباقين إلى فتح هذه الملفات التي تحرج بعض الجزائريين، وبعض من أبناء أم حسن هذو لا يحرجهم هذا الأمر. وفي نقاشنا معهم دائما ما يركضون إلى حرفة أمهم وأبيهم ألا وهي الدعارة وفتح هذه الملفات، لأنه الإنسان دائما يتشبث بمهنة أمه، ولعل مهنة أم حسن التي فضحها الصنايبي وعلى قناة الشرعي. وأنصحكم بمتابعة هذه الحلقة لتعلموا جيدا أنه لطالما كنا نتغاضى عن هذا الأمر، لكن حين صدر من المؤسسة الإعلامية الرسمية للدولة الجزائرية وكالة الأنباء الجزائرية التي قذفت المحصنات المغربيات في شهر رمضان المبارك، ويأتي جزائري أو جزائري ويقول لك نحن لدينا تاريخ مشترك ونحن مسلمين. المسلم من سلم الناس من لسانه، وليس يعني أن تشتركوا معنا في التاريخ المجيد والثقافة الراسخة في التاريخ، ولكن حينما يكون هناك شيء سيء تحاولون إلصاقه بالمغرب والمغاربة. في الأخ الجزائري تحجج بمسألة القانون أنه في الجزائر لا الدخول إلى الفنادق وبدون أوراق ثبوتية وما إلى ذلك، ويحاول أن يقول، هو يريد أن يقول أن في المغرب لا يمكنك أن ستدخل إلى الفنادق بدون أوراق ثبوتية. البنود في القانون المغربي المخصص بالمؤسسات السياحية واضح، سيتم رفض دخول المؤسسة الفندقية بشكل صارم من قبل أي امرأة لا يرافقها زوجها أو عائلتها، وستتطلب ذلك مبررات في أثناء عملية التسجيل. واجب أن تكون أي امرأة يا إما يكون معها زوجها أو عائلتها وتوضح أوراق ثبوتيتها من أجل الدخول إلى المؤسسة السياحية. أما بالنسبة لأوكار الدعارة فيعني الاستعمار صراحة لا أحمل الجزائريين هذه المسؤولية، لأنه المغرب كانت تحت الاستعمار والجزائر كانت تحت الاستعمار، لكن بما أن الجزائر يريد أن يحمل المغاربة هذه المسؤولية فسنحملهم أيضا هذه المسؤولية. إن من الأمور المحرجة الأخوة الكرام أنه حتى مخابئ المجاهدين تحولت إلى بيوت للدعارة في الجزائر، وهذه جريدة الشروق الجزائرية أوردت خبرا في مقال لها: مخابئ المجاهدين في القصبة أي بمدينة الجزائر العاصمة تحولت إلى بيوت للدعارة. وأيضا الذي يتحدث عن بيوت رسمية نقول له يوجد بيت رسمي في شرق البلاد وبالضبط في مدينة 20 أوت، وهي كانت قلبا أو مكانا للثوار، بل أنه حتى الصينيين انضموا إلى الطابور في هذه البيوت للدعارة للأسف الشديد. والدولة تقوم بتحقيق إداري على كل مومس جديدة، يخضع الالتحاق بالدار إلى إجراءات إدارية وصحية معقدة، حيث يجري للراغبات بالالتحاق سواء كانت تقطن بسجيكدا أو مستخدمة من ولاية أخرى إلى تحقيق إداري معمق وفحص طبي كامل للتأكد من سلامة المومس، وتمنحها الدولة ورقة رخصة ممارسة الدعارة في هذا البيت الذي يوجد في 20 أوت، ويسمى من المضحكات الأمور يسمى بيت التسامح.
هذا تحقيق صحفي أورده أحد الصحفيين الجزائريين أن البيت اسمه بيت التسامح وهو بيت الدعارة. تحدث عن السياحة، أنا أقول له إذا أنت تكذب وزير السياحة الجزائري الذي قال أننا حققنا رقم معاملات ضخم في القطاع السياحي، رقم أعمال ضخم السياحة الوطنية، وقال أنه 11 مليون سائح و120 مليون مصطاف، يعني 11 مليون سائح أجنبي و120 مليون من الجزائريين أتوا إلى الشواطئ. أنا أرقام لا أدري من أين أتى بها، وهي منشورة في جريدة في الوكالة الإخبارية أصوات مغربية التابعة لقناة الحرة. فبالتالي أنا أسائله هل تكذب وزير السياحة الذي قال إنكم حققتم رقما خياليا وصل إلى 11 مليون سائح؟ بالنسبة لمسألة دعارة الأجانب، أنا والله أستحي منكم الإخوة الجزائريين تفتحوا مثل هذه الملفات. ويعني جريدة الشروق أوردت في مقال لها واضح، وهي جريدة جزائرية معروفة ويتابعها الجزائريون يطبلون لها لأنها تسب النظام المغربي ليل نهار. فرنسي متورط في فضيحة أخلاقية، كان قام بإنشاء وكر لممارسة الدعارة والرذيلة مزود بكاميرات وبعض التجهيزات التكنولوجية الحديثة لتصوير ضحاياه من الفتيات الجزائريات القاصرات داخل مسكنه، وبيع تلك التسجيلات من الأفلام الإباحية للقنوات الأجنبية. ويعني كانت هناك أيضا فضيحة أخرى لفرنسي اسمه ميشيل، يعني اغتصب تقريبا 20 طفل جزائري للأسف الشديد. أما بالنسبة لجريدة الجزائر، هذه معروفة أيضا الجزائرية، أورد تقريرا أن أجانب يقودون شبكات الدعارة في مدينة البنيان. ومن الأمور الخطيرة أنه حتى الأجانب لا يقومون بالدعارة فقط في الجزائر، وإنما يهربون الفتيات الجزائريات إلى كل من لبنان وسوريا لاستغلالهن في الدعارة. مقال أوردته أيضا جريدة الشروق الجزائرية ومصادر جزائرية واضحة، أجانب يهربون الفتيات الجزائريات إلى لبنان وسوريا لاستغلالهن في الدعارة. أنا والله العظيم هذه الملفات أستحي من فتحها، لكن بما أن أبناء أم حسن ما زالوا يفتحون أفواههم حتى في شهر رمضان المبارك الذي هو شهر للتسامح والترفع عن هذه الملفات، لكن بما أن أبناء أم حسن قد تكاثروا علينا في مواقع التواصل الاجتماعي، فنقول لهم إن ما نرد به هو من جنس عملكم، فتحملوا. وندعو الإخوة في الجزائر الذين ربما أسأنا إليهم لكننا في موقف دفاع نوضح لكم أن ما فيكم لا يوجد في الشعوب الأخرى، فاستحيوا على أنفسكم. السلام عليكم. الله باختصار، شوف ما يتعبونيش يا أخي ضيوف مثل هذا الرأي، ما يتعبنيش، لا يفتح ميكروفون ولا ينفس. شوفوا مداخلتي 3 دقائق، كمل ودعكم وافتح الميكروفون 50,000 مرة، يرهقك يدوا لي الضغط. طيب يا الرأي المغربي